يكون عائدا على شعوبنا العربية والإسلامية، وكلما تحركنا في الساحات العربية من أجل تحريرها ومن أجل فك رقبتها من الاستبداد، إلا وكان ذلك في صلب يصب في صلب القضية الفلسطينية من أجل تحريرها، لأن الاحتلال هناك ولد احتلالات في كل ربوعنا العربية، وأمام الربيع العربي الذي هب بنسماته على أمتنا الإسلامية والعربية، كل هذا يقول لنا ونرى فيه بالملموس وبالواضح وبالقلوب أن النصر آت إن شاء الله عز وجل، وأن كل المطبعين وكل الذين باعوا القضية الفلسطينية، باعوها سياسيا، باعوها عسكريا، تخلوا عنها، وكل ما نراه من بهرجات هو فقط للنكاية في الفلسطينيين، فنقول أن كل هذا انتهى مع هذا الربيع العربي إن شاء الله عز وجل، وما هي إلا مسألة وقت، ونحن سائرون إلى القدس، وقبيل بعد أيام قليلة إن شاء الله عز وجل قلوب المسلمين كلها تهب نحو القدس. نعم سيكون ذلك رمزيا في المسيرة العالمية نحو القدس، ولكن هي لها دلالة قوية على أن كل قلوب المسلمين هي وجهتها إلى القدس الشريف إن شاء الله.